وانت معروض عليك 800 من الاهلي. 800 من الاهلي، وكان 1,200,000 من نادي الزمالك. 1,200,000. اوكي. مين اللي كان عارض عليك في الاهلي، ومين اللي كلمك في الاهلي، ومين اللي كلمك انا في الوقت ده كان كابتن تامر نحاس هو وكيل اعمالي في الفتره دي، فهو اللي كان ماشي في الخطين يعني. لكن ما كانش بس كان ميول كابتن تامر اكبر للنادي الاهلي. للنادي الاهلي. وانا هقول لك بصراحه، وانا معاه، لان في الوقت ده كان النادي الاهلي اكثر استقرار، مع العلم ان انا راجل زملكاوي يعني. نادي الزمالك في الوقت ده ما كانش افضل حاجه، مشاكل كتير، خلافات اداريه فنيه، فكنت قلقان جدا طبعا، غير الاحداث اللي حصلت معايا خلال الفتره من تهديدات تهديدات يعني طبعا. تهديدات ازاي؟ كلام كتير اتقال بقى يعني، مش تلعب كرة تاني، عربيتي اتكسرت، حاجات كتير. مين اللي قال لك مش هتلعب كرة تاني؟ خلاص بقى. لا كمل للاخر. لا، ناس كانت جوه نادي الزمالك يعني. ناس جوه نادي الزمالك قالوا لك مش هتلعب كرة تاني. مين؟ بدون ذكر اسماء. لا مفيش حاجه اسمها بدون ذكر اسماء، كمل الكلام. خلاص بقى الموضوع انتهى، وفات عليه. دي واقعه تاريخيه مهمه جدا، فات عليه سنين يعني. لا ده مهم، اصل انت بتعلم الشباب الصغير كمان. بص، كل رئيس نادي في الفتره دي، او كل مثلا نائب رئيس نادي. هو كان مين وقتها؟ كان مين؟ دكتور كمال درويش.